التجميعه دي باس اس دي 128 وهارد 500 وكور اي 5 جيل سادس ورامات 8 دي دي 4، دي هتبقى افضل سعر ليك ولمتابعينك، هتبقى سعرها 5000 جنيه بس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا بحب ارحب بكل متابعيني في الشانل بتاعتنا، والنهارده انا عايز اقول لكم طبعا كلكم عارفين ان احنا المحتوى بتاعنا بنجيب لكم اسعار الموبايلات من المحلات وبنجيب لكم عليها خصومات وعروضات. النهارده الموضوع مختلف شويه، لان في الفتره الاخيره لاحظت ان بعض الناس عندي طلبت مني ان انزل اجيب لهم بعض التجميعات الجيمنج مثلا او تجميعات للمونتاج، وتكون باسعار متوسطه تبدا من 5000 جنيه وما تكونش استيراد، تكون تجميع. ومع العلم ان ده عكس المحتوى اللي احنا بنقدمه، ولكن برضه ادام انتوا طلبتوه فكان لازم انزل اجيب لكم العروضات اللي انتوا عايزينها. اي تجميعه مثلا هيكون عليها خصم كام. فخليني ابدا معاكم النهارده كده. معانا استاذ ابراهيم هو اللي هيعرفنا العروض اللي عنده اللي عاملها لنا لكل المتابعين بتوعنا، ويعرفنا التجميعات عباره عن ايه ومكونه من ايه وكل اللي انتوا عايزينه. هو مش هيأثر معاكم في حاجه. فخلينا مبدئيا نرحب باستاذ ابراهيم. بس قبل ما ابدا مع استاذ ابراهيم، انزل دلوقتي حط لايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، ولو انت مش مشترك في القناه يشرفني وجودك. اهلا بيك يا استاذ ابراهيم حبيبي. يا ريت تعرفنا كده بالشركه عندك وتعرف المتابعين بالمكان بتاعك مبدئيا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا شركه كومبي اوريجينال، احنا متخصصين في بيع اجهزه الكمبيوتر. عندنا تجميعات كتير لكل الاستخدامات، يعني اللي حابب يشتغل فوتوشوب، اللي حابب يشتغل جيمنج، اللي حابب يشتغل يعني اي استخدام. يعني اي تجميعه خاصه بالجيمنج، اي تجميعه خاصه بالمونتاج، اي تجميعه خاصه بالبريمير بقى، سواء باي حاجه هتلاقيها موجوده وبكل الاسعار. وهخلي لكم الاسعار مفاجاه، لان فعلا معمول لكم خصومات من استاذ ابراهيم هنا ومن داخل الشركه قويه جدا جدا جدا. خلينا نبدا مع استاذ ابراهيم، هيعرفكم مبدئيا كده باول جهاز او اول تجميعه موجوده عنده. وخلي بالكم هم هنا مش معتمدين على الاستيراد خالص، كل التجميعات هنا زي ما انت شايف تجميع عادي مفيش استيراد، نادرا لو لقيت عنده حاجه، ده لو انت طلبتها بنفسك. فهو هيبدا معانا هيقول لنا سعر التجميعه هيكون كام وبعد الخصم هيكون كام. فدلوقتي بقى استاذ ابراهيم هيبدا معاكم باول تجميعه اللي هي متوسط سعرها حوالي 6000 جنيه، وهيقول لكم بعد الخصم ليكم عشان خاطر المتابعين بتوعنا في الشانل هيكون سعرها ايه، وهيقول لكم الامكانيات بتاعتها. يلا يا استاذ ابراهيم وضح لنا كده اول جهاز عندك سعره وامكانياته، وقول لنا ايه دنيته. التجميعات عندنا بتبدا مثلا من الكور اي 5 الجيل الرابع، ده بيبقى كور اي 5 جيل رابع، 3 جيجا هرتز، رامات 8 دي دي ار 3 وهارد 500 وباور 500 وكيسه شارك اس 77 نفس الشكل ده زي دي كده بالظبط يا شباب. بالظبط، ومذر بورد اتش 80. تمام. التجميعه دي بتبقى مناسبه للناس اللي هي حابه مثلا تشتغل فوتوشوب، او حابه برضو تلعب العاب زي ببجي، فورتنايت، الحاجات اللي هي يعني برضه مش تقيله قوي. تمام. التجميعه دي سعرها 6500. قال لك متوسط السعر بتاعها حوالي 6500 جنيه، اللي هو المتعارف عامه في اي مكان بتروح تجيبها. طيب استاذ ابراهيم بقى هيقول لي بقى للمتابعين بتوعنا والناس اللي عايزين ندلعهم دولت، قول لي الكيسه دي لو اي حد تواصل معاك عن طريق قناه محمد المكتري دي ممكن تحسبها له بكام؟ تمام. دي عشان خاطر متابعينك يا استاذ محمد هيبقى سعرها 6300، ده لاي حد جاي من القناه تبع حضرتك. يعني اول كيسه عليها خصم 200 جنيه. خلي بالكم يا شباب ان الاسعار ديت ما تقولش 200 جنيه قليله، انا كان ممكن اقول لك خصم 5% او 3%، ولكن فعلا هم اصلا متوسط سعر الجهاز ده انا سالت عليه في مكان تاني وده بمصداقيه، متوسط سعره حوالي 7000 جنيه. انا لقيته في اماكن تانيه كده، ولكن النهارده هو بيقول لك ب 6500 جنيه، واي حد هيجي من طريق التشانل هيكون عامل 6300 جنيه، ووضح لك الالعاب اللي انت ممكن تحتاجها في الجهاز ده. ومش بس كده، ده كمان هيديك من عندنا، هتقل عليك كيبورد او ماوس لو انت احتاجته، فبرضه هنتقل على استاذ ابراهيم، دي كمان هتبقى هديه ليك من داخل الشركه هنا زي ما اتفقنا. طيب خش لي بقى في التجميعه اللي بعد كده يا استاذ ابراهيم، وقول لي اللي بعدها على طول برضه بتشغل ايه، ولو اي حد من المشاهدين محتاج مثلا حاجه معينه عرفه الكيسه استخداماتها ايه بالظبط وسعرها. تمام. عندنا بعد كده حاجه هتبقى اعلى شويه، هتبقى كور اي 5 جيل سادس، بروسيسور اي 5 6500 3.2 جيجا هرتز، 3.2 جيجا هرتز، ورامات 8 دي دي ار 4 وهارد 500 وباور 500، والفيجا هتبقى جي تي اكس 1060 3 جيجا. تمام. الكيسه دي انا اعتقد التجميعه دي محترمه جدا، دي هتبقى كويسه جدا. طبعا كارت الشاشه هنا عالي عن كارت الشاشه كام؟ جي تي اكس 1060 3 جيجا. ده دي ممكن تشغل ايه قبل ما نقول السعر بتاعها؟ ده شغل جرافيك كويس جدا، لو الناس اللي هي بتعمل ريندر هتعمل ريندر كويس جدا، وفي نفس الوقت طبعا هتشغل العاب اف بي اس كويس. يعني لو بيس مثلا تشغل 21 22 ده هتشغله يعني فوق ال 60. طبعا هي بيس من الالعاب اللي هي يعني تقيله، بس هي هتشتغل طبعا فوق ال 60. تمام. ولو بابجي، طبعا انا عارف ان البابجي بتعتمد على المعالج اكتر من كارت الشاشه، ولكن دي ادائها في بابجي ممكن يكون ايه؟ لا، ادائها في بابجي هيكون كويس. تمام. طيب دي بقى سعرها كام وبعد الخصم هتكون كام؟ دي متوسط سعرها في السوق يعني بتبدا من 8 ل 8 ونص حسب المكان اللي انت بتشتري طبعا منه. بالظبط 8 ل 8 ونص.
طيب احنا بقى هنا للمتابعين بتوعنا، متابعينك يعني اعمل الصح كله، دلعهم. هنظبطها، هتبقى احسن سعر فيها تبقى 7800، ده كده بيست برايس. الكيسه او التجميعه اللي كان لسه بيكلمك فيها قال لك متوسط سعرها بيوصل ل 8500 جنيه، والاسعار دي تقدر تتاكد منها بنفسك في اي مكان. استاذ ابراهيم دلوقتي بيقول لك عشان خاطركم كلكم وكل المتابعين اللي هيجوا من طريق التشانل هيحسبها لكم ب 7800 جنيه، وبرده معاها الكيبورد او الماوس هديه. واستاذ ابراهيم ده بقى هنخليه يعني على الاجهزه كلها. نخش بقى على الجهاز اللي بعده، التجميع اللي بعدها. يعني مثلا كور اي 5 جيل 10 تمام، بمذر بورد اتش 510 برامات 8 وهارد 500 وباور 500 واس اس دي 128 وفيجا ار اكس 580 8 جيجا. طبعا التجميع دي كلها جديده ما عدا الكارت الشاشه والهارد ال 500، لان مفيش طبعا حاليا هاردات 500 جديده. تمام. متوسط سعرها في السوق من 14 ل 14200 تقريبا. المتابعين بقى عشان خاطر متابعينك، بس دي معهاش ماوس ولا كيبورد، تبقى 13. لا يبقى تنزل لي بقى سعر جامد. متوسط سعرها كام؟ هيبقى 13500. وهي اصلا سعرها كام؟ هي متوسط سعرها في السوق من 14 ل 14200 تقريبا، ودلوقتي 13 عشان خاطر متابعينك هتبقى 13500. التجميع كلها جديده، ضمان الوكيل في البوردر بالصوت ضمان 3 سنين، وباقي القطع الجديده فيها ضمان سنه ما عدا الكارت الشاشه والهارد، دول يعني استيراد ضمان 3 شهور. قال لك متوسط التجميعه دي خليني اقول لك 14500 جنيه لكل متابعين القناه، هتبقى 13500 جنيه. انزل حط لايك بسرعه دلوقتي يلا، لان اللي جاي لسه هيكون اشد بكتير. وخليني دلوقتي ارجع لاستاذ ابراهيم ونطلع بقى الليفل الوحش بقى، نخش بقى على الحاجات التقيله قوي والعروض اللي اقوى. قول لي بقى بعد كده التجميعات اللي فوق بقى، يلا بينا. في بعد كده في اي 5 جيل 12 برضه كيسه ار جي بي، تمام. كور اي 5 جيل 12 بمذر بورد اتش 610 تمام، ورامات 8 دي دي ار 4 طبعا، تمام. وهارد 1 تيرا واس اس دي 128 تمام، وباور 600 تمام، وار اكس 580 8 جيجا. الكيسه دي بقى بتودي في حته ثانيه خالص. بالظبط، دي طبعا امكانيات عاليه جدا. تمام. دي سعرها برضه متراوح في السوق ما بين 15 ل 15700 تقريبا. وعندنا بقى هنا للمتابعين، انا عايز ابقى تظبط لي السعر قوي في الكيسه دي، يعني الجهاز ده روال على المتابعين. ده ان شاء الله يعني عشان خاطرك استاذ محمد حبيبي. هيبقى افضل سعر فيه 14500، ده كده برضه من غير الماوس والكيبورد. بصراحه يعني بصراحه يا شباب، استاذ ابراهيم فعلا والله العظيم بصدق انا نفسي بعد السعر اللي هو قاله، خلي بالك ان الاسعار اللي بقول لك عليها دي انزل السوق بنفسك وتاكد منها. انا ماليش اي مصلحه خالص ان انا اجامله، ولكن انا فعلا والله انا اشتريت التجميعه بتاعتي من هنا، ولحد النهارده ما فيش حد شاف التجميعه بتاعتي الا وشكر فيها، وفي ناس اتواصلت معاه عن طريقي، وانا سبب ان انا جيت صورت معاه زي ما انتم عارفين. ده مش محتوى بتاعي، ولكن لان انا لما اشتريت فعلا الجهاز بتاعي او التجميعه بتاعتي من هنا، التجميعه محترمه جدا، ما حصلش فيها اي مشكله. وحصل دروب معايا بسيط، اتواصلت معاهم قلت لهم في 1 2 3، الناس قالت لي هات لي الجهاز وخد جهاز غيره، ما كانش في اي بصراحه تاثير منهم خالص. فخلي بالك العروض اللي بيديها لك محترمه جدا، امان وثقه. وخلينا نطلع للكيسه اللي بعد كده، وقول لي يا استاذ ابراهيم اللي بعدها. الرايزن موجود رايزن 5 4650 جي، وموجود رايزن 5 برضه 5600 جي. تمام. الرايزن طبعا الميزه اللي فيه اللي هو بيبقى فيه كارت شاشه بلت ان، يعني بيبقى فيه كارت شاشه داخلي، تمام. لكن متاح ان انا ممكن اعدل واحط كارت خارجي. طبعا متاح ان انت تعدل وتحط كارت خارجي، بس يعني طبعا في ناس كتير بتفضل الرايزن لان بيبقى فيه كارت داخلي فبيوفر معاه في سعر التجميع. لكن فيما بعد حب يعمل ابديت مثلا ويعلي، متاح معاه. بالظبط. تمام. رايزن 5 5600 جي مع ماذر بورد بي 450 اسوس، تمام. مع رامات 16 مع اس اس دي 128 مع هارد 500، وكيسه طبعا برضو نفس النظام شارك اس 77 او شارك سوبر 1 مع باور 600. تمام. التجميعه دي احسن سعر هتلاقيه في السوق ليها، ال 5600 جي دي احسن سعر هتلاقيه في السوق هيبقى مثلا 11500. تمام. ده اقل سعر ممكن تجيبه. احنا بفضل الله يعني احسن سعر بنقدر يعني نقدر نديه لمتابعينك باذن الله هيبقى 11200. انت واخد بالك من 11 ونص لحد 11200 يا جماعه. الاسعار دي فعلا اطلع واسال زي ما قلت لك، وشوف في كل الاماكن، وخلي الشركه هنا اخر شركه هتعرف ان انت معمول معاك فوق الصح والزياده. وخلينا بقى نيجي لنقطه مهمه جدا جدا، وهي الناس اللي معاها في رينج 5000 جنيه. مش كل الناس هتجيب ب 15 وب 10، في بقى ناس بتحتاج تجميعه في رينج 5000 جنيه بس لمجرد ان هي تلعب عليها جيمنج مثلا، او تحتاج مثلا تكتب على الوورد او الاكسل، ولكن بتكون قويه بالنسبه لك جدا. فمعظم الناس بتلجا للاستيراد. النهارده استاذ ابراهيم هيجيب لكم تجميعه في متوسط السعر ده، وبرضه عامل لكم اوفر عليها في السعر، وبرضه هيكون احتياجاتها بالنسبه لك مهمه جدا. وخلينا نروح له على طول ونعرف بقى الكيسه دي لكل المتابعين بتوعنا هتبقى عامله كام. بص، عندنا يعني بالنسبه للناس اللي هي بتشتغل على يعني بتشتغل على الوورد والاوفيس والاكسل اللي هي البرامج المكتبيه،
فاحنا عندنا تجميعات مثلا في كور اي 5 جيل سادس تمام برامات 8 وهارد 500 واس اس دي 128 وباور 500. كيسه طبعا هتبقى تجميع نفس الشكل ده او نفس الشكل ده. تمام. طبعا ميزه التجميع طبعا زي ما وضحت لحضرتك، التجميع بتبقى سهله في اللي انت تعمل تقدر تحدد فيها، تقدر تحدث فيها زي ما انت عايز. التجميعه دي باس اس دي 128 وهارد 500 وكور اي 5 جيل سادس ورامات 8 دي دي 4. دي متوسط سعرها بره يعني هتلاقيها في السوق يعني متوسط سعرها من 5300 ل 5500. استاذ ابراهيم بقى يحسبها لنا بكام؟ دي هتبقى افضل سعر ليك ولمتابعينك، هتبقى سعرها 5000 جنيه بس. كيسه ار جي بي. اول حاجه الهارد 500، الكيسه جيمنج زي ما انا قلت لك ار جي بي بهارد 500 باس اس دي 128 برام 8 دي دي ار 4 بلس ان معاها بورده اتش 110، وكل ده بسعر 5000 جنيه بس. انت متخيل؟ تعالى بسرعه نكمل الفيديو مع استاذ ابراهيم. طيب بصوا يا شباب، انا كنت هقفل الفيديو دلوقتي ولكن استاذ ابراهيم دلوقتي عرض عليا ان في تجميعه معينه حابب يقول لكم عليها، التجميعه دي هتبقى قويه جدا. تعالوا نشوف هيقول لكم ايه بالظبط. التجميعه دي هتبقى يعني انفراد ليك انت. الله. احنا لسه ما نزلناش على البيدج عندنا ولا اعلانها هنا، بس دي هتبقى انفراد لحضرتك. الله. تمام. دي هتبقى كور اي 5 جيل سادس برضو. تمام. بس دي للناس اللي هي الفئه المتوسطه، دي هيبقى سعرها حوالي يعني لمتابعينك هيبقى سعرها 8000. التجميعه هتبقى كالاتي: برضو كيسه ار جي بي، شارك اس 77. تمام. ماذر بورد اتش 110. تمام. رامات 8 دي دي 4. تمام. وهارد 500. تمام. وباور 500 يا عيني. وكارت شاشه ار اكس 580 8 جيجا. طبعا التجميعه دي اللي بيميزها كارت الشاشه اللي فيها عالي جدا، ده هيشغل معاك اي لعبه بجرافيك كويس جدا يعني. انتوا واخدين بالكم يا شباب دلوقتي ان التجميعه اللي احنا بنتكلم فيها دي انفراد لكل متابعينا ب 8000 جنيه بس. تجميعه كارت شاشه 580 8 جيجا بهارد 500 برام 8 دي دي ار 4 وهارد 500 باس اس دي 128 بكيسه جيمنج ار جي بي زي ما انت شايف، وكل ده ب 8000 جنيه بس. ومش بس كده، برضه هنديهم كيبورد مع الكيسه. خلي بالكم احنا بنرخم على استاذ ابراهيم، ولكن خليني اقول لك سريعا كده دي كانت متوسط الاسعار، وهسيب لكم رقم استاذ ابراهيم في الديسكربشن دلوقتي في الفيديو. وبكده يا شباب نكون عرفنا معظم الاسعار اللي موجوده ومعظم العروض اللي موجوده. ومش بس كده استاذ ابراهيم، اي حد فيكم هيتواصل معاه انسان محترم جدا وتواصلوا معاه. ولو في اي حد فيكم عنده ملحوظه او حاجه، لينك الانستجرام بتاعي موجود في وصف الفيديو، اتواصل معايا بشكل شخصي وبرد على الناس كلها. استنوا مني الفتره اللي جايه عروض هتكون قويه جدا جدا، وانتظروا الفيديو اللي جاي خاص بالموبايلات، هيكون في عروض اقوى واقوى بكتير. ولو عجبتك النوعيه دي من الفيديوهات الخاصه بالبي سي او اللابتوب او اي حاجه، اتواصل معايا برده على الانستجرام او سيبوا لي في الكومنت رايكم، وهرجع انزل لكم منها تاني مع الموبايلات. يا رب يكون النوعيه دي من الفيديوهات عجبتكم، واستنوني الفتره اللي جايه بحاجات قويه جدا جدا جدا. مع السلامه.